تخيل تبقى طول عمرك بتحلم تبقى جمول، لحد ما توصل لمرحلة تخلع فيها وشوش الناس وتلبسها عشان تبقى زيهم، لكن في الآخر تكتشف إنك فقدت وشك الحقيقي للأبد. فيلم عن الهوس بالجمال اللي بيحول الإنسان لوحش بيدور على الكمال وسط الجثث اللي بيحبهم. فيلمنا بيبدأ في حي شعبي مزدحم في الصين، مليان غبار وضوضاء ووشوش متشابهة، ومن بين الزحمة دي بنشوف راجل غريب الأطوار اسمه كي، عايش حياة منعزلة في بيت بسيط ومعاه بنته الوحيدة وي. كان راجل مخترع، طول الوقت قافل على نفسه جوه معمل صغير متبهدل مليان أنابيب ومواد كيميائية وأعضاء حيوانات محنطة، وشغله كله متركز على تجربة واحدة بس: علاج أي تشوه جلدي في جسم الإنسان. السبب الحقيقي اللي خلاه يوصل للهوس ده إن هو وبنته الاتنين عندهم وحمة ضخمة في وشهم، شكلها بشع يخوف اللي يشوفهم، والناس كانت دايما بتبعد عنهم كأنهم مرض معدي. فبقى هو وهي منبوذين من العالم، ومفيش غير بعضهم بيحنوا على بعض. مع مرور الوقت قرر كي يعيش بعيد عن الناس، يتفرغ لاختراعاته ويحاول يصلح اللي اتكسر جواه بسبب نظراتهم وكلامهم. وفي يوم من الأيام وهو منهمك في المعمل، لمح بنته قاعدة في هدوء بترسم زهرة غريبة الشكل. الرسمة خدت انتباهه بشدة، خصوصاً لما اكتشف إنها نفس الزهرة اللي كان بيدرسها في أبحاثه، زهرة نادرة اسمها زهرة الجثة، مشهورة بريحتها الكريهة اللي بتجذب الحشرات، لكنها جواها سائل غني بمادة نادرة ممكن تعالج التشوهات الجلدية. وقتها حس إن القدر بيقوله إن خلاص الحل اللي بيدور عليه قرب. قضى كي أيام طويلة يجرب التركيبة على جلود الحيوانات وسط فوضى وقرف المعمل اللي مليان الدم وعينات، لحد ما أخيراً شاف النتيجة اللي كان مستنيها. التركيبة نجحت والأنسجة اتجددت من غير ضرر. حس إن خلاص الحلم اتحقق، وقرر يجربها على نفسه. دخل قدام المراية ووشه مليان خوف وتردد، وحط التركيبة على الوحمة اللي في وشه. بعد ثواني بدأ يشوف التغيير بعينه، الجلد بيتجدد والوحمة بتختفي واحدة واحدة ووشه بيبقى طبيعي. إحساس الانتصار خلاه يقف مبهور قدام المراية، بس الفرحة ما استمرتش. التركيبة بدأت تنتشر بسرعة غريبة على وشه كله، وتتحول لمادة لزجة شفافة بتسد كل التجاويف، لحد ما تحول وشه كله لكتلة واحدة من اللحم. حاول يتنفس، حاول يفتح أي فتحة في وشه، لكن مفيش فايدة. جري على أوراقه يدور على حل، ومع كل ثانية النفس بيقل والمادة بتقفل أكتر. في لحظة يأس مسك مشرط وجرح نفسه عشان يفتح فتحة يتنفس منها، لكن المادة عفلتها تاني، لحد ما توقف نفسه تماما ومات وسط رعب بنته اللي كانت بتتفرج عليه ومش قادرة تعمل حاجة غير إنها تبص له وهو بيتخنق قدامها. السنين بعدها عدت ببطء، وي كبرت، لكن الجرح اللي سابه موت أبوها والتنمر اللي عاشته مع الناس فضل محفور جواها. الوحمة اللي في وشها كانت لسه موجودة، ومعاها نظرات الاشمئزاز اللي بتطارده في كل مكان. بقت قوية من بره بس متدمرة من جوه، مستنية اللحظة اللي تقدر فيها ترد كل الإهانة اللي شافتها. لما وصلت لسن الجامعة سافرت أمريكا عشان تدرس علوم وتكمل حلم أبوها. اضطرت تعيش عند عمتها لينج، ست طيبة ووشها بشوش، كانت دايما بتحاول تعوضها عن اللي فات. لكن بنتها أنجيلا كانت عكسها تماما، مدللة ومغرورة ومليانة كراهية. من أول لحظة وي دخلت البيت المكان اتقسم نصين، عمتها اللي فرحانة بيها وبترحب بيها، وبنتها اللي مش متقبلاها ولا حتى طايقة تشوفها. وي حاولت تتأقلم وتعيش في هدوء، ولبست كوفية دايما تخبي بيها وشها عشان ما تتعرضش لنفس الإهانة اللي كانت بتحصل لها في الصين. في أمريكا بدأت دراستها وظهرت موهبتها بسرعة، كانت متفوقة جدا، أذكى من الكل، وده خلى زملائها في الكلية يحسوا بالغيرة منها، خصوصا بنت اسمها إيف كانت دايما بتحاول تسبقها بس ما بتقدرش. في الجامعة كان في دكتور شاب اسمه بول، باين عليه إنه طموح وبيشتغل على بحث كبير لعلاج تشوهات الجلد. بعد أول محاضرة وين جذبت للموضوع واتسحبت بعد المحاضرة ناحية المعمل بحب استطلاع. اتفرجت على التجارب والملفات، ولما بول شافها جوه شاف دفتر ملاحظات قديم في إيدها مكتوب عليه اسم كي. لما فتحه اكتشف إنه بيكمل أبحاث أبوها من غير ما يعرف. ساعتها قرر يخليها تشتغل معاه كمساعدة، خصوصاً لما لاحظ ذكائها وحماسها الشديد.
وي شافت في الفرصة دي بداية جديدة لحياتها. حست إنها أخيراً هتحقق حلم أبوها اللي مات بسببه. بقت بتقضي ساعات طويلة في المعمل، تراجع التجارب وتكتب الملاحظات وتكمل التركيبة اللي أبوها بداها من سنين. في نفس الوقت حياتها في بيت عمتها كانت بتزداد سوءاً. أنجيلا وصاحبتها إيف والبنت التالتة جاسمين كانوا دايماً بيتريقوا عليها في السر، بيتكلموا عن شكلها وعن الكوفية اللي بتخبي بيها وشها، وبيفتشوا حاجاتها من غير إذنهم. في يوم اكتشفوا في درجها أدوات حادة ومشارط، وبدأوا يخافوا منها أكتر ويتعاملوا معاها بريبة. ولما رجعت البيت بالليل لقيتهم بيصرخوا لما شافوها فجأة. اتحرجت جدا وقعدت تاكل لوحدها وسط نظراتهم اللي كلها قرف واستعلاء. تاني يوم بول وصلوا تحذير من الجهة اللي بتمول بحثه إنهم هيسحبوا التمويل لو ما سلمش النتائج في خلال أسبوعين. الضغط خلاه يقرر يستغل بحث كيه ويكمله بمساعدة وي عشان يلحق الوقت. وفي نفس اليوم وي حاولت تقرب من البنات اللي في البيت، فعزمتهم على مطعم آسيوي يقدم أكل باباها كان بيحبه. لكن لما الأكل جه شكله كان غريب عليهم، فرفضوا ياكلوا وسابوها تاكل لوحدها. الموقف زود إحساسها بالنبذ، وبقت تمشي في الشوارع وهي حاسة إن الدنيا كلها ضدها. فمرة وهي راجعة من الجامعة قابلت المتسول المشوه جون اللي شاف فيها نسخة منه، فوقف يكلمها وشجعها على إنها تبص للعالم بطريقة مختلفة. وفي اللحظة دي ظهر بول بعربيته وطلب منها تروح معاه عشان يناقشوا شغلهم في المعمل، واتفقوا إنهم هيبدأوا من تاني يوم يشتغلوا على التركيبة. رجعت وي البيت ووقفت قدام صورة أبوها في هدوء، وعينيها فيها لمعة تصميم كأنها بتوعده إنها هتكمل اللي بدأوا مهما حصل. لكن وهي ماشية في الممر بالليل سمعت أصوات طالعة من أوضة أنجيلا. وقفت تتأكد وشافت حاجة ما توقعتش تشوفها، بنت عمتها مع شاب غريب جوه البيت مستغلين غياب الأم. المنظر صدمها، واللحظة دي كانت كأنها النقطة اللي كسرت جواها آخر حاجة سليمة، ورجلت على أوضتها وهي مش قادرة تتنفس من القهر، وكل اللي جواها بدأ يغلي بهدوء استعدادا لانفجارها اللي جاي. وتاني يوم بتروح وي الجامعة وتقضي أغلب وقتها جوه المعمل مشغولة بالتجارب مع بول اللي كان مصمم يكمل شغل والدها. بس بعد محاولات كتير بيفهم إن التجربة فشلت لأن في مركب عضوي ناقص بيربط أنسجة الجلد ببعضها. من اللحظة دي الاتنين بيقرروا إنهم مش هيستسلموا وهيفضلوا يدوروا على المركب ده مهما خد وقت. الأيام بتعدي وهم غرقانين في الشغل، وفي النص بيتضح إن بول بيخون وي مع إيف صاحبتها وبيقابلها سراً بعد ما وي تمشي. ولكن كل ده بيتقلب لما بتدخل جاسمين المعمل فجأة وتطلب تنضم للفريق. وي بتتوتر وتخاف إنها تاخد مكانها، بس بعد شوية بتكتشف إن جاسمين كانت جاية عشان تتقرب منها وتصلح اللي حصل بينهم قبل كده. بتفضل تحاول تحتويها، وفعلاً بتبدأ العلاقة بين الاتنين تتحسن. وفي يوم وهم راكبين الأتوبيس وي تلاحظ مجلة عليها صورة زهرة غريبة شبه اللي كانت شايفاها زمان في دفتر ملاحظات أبوها. وقتها تفتكر كلامه لما قال لها إنه ناوي يستخدم السائل اللي في الزهرة دي في تجاربه. اللحظة دي بتفتح جواها باب أمل جديد، وبتقرر إنها تسرق السائل ده بنفسها وتكمل حلمه. بالليل بتتسلل لمكان مقفول وبتكسر القفل وتدخل تاخد العينة من الجثة اللي فيها الزهرة، وترجع المعمل تكمل شغلها. بتجرب التركيبة الجديدة على جزء صغير من رجلها، وبتتفاجئ إن الجلد بدأ فعلا يتلحم ببعضه. فرحتها كانت مش طبيعية، بس الفرحة دي ما بتكملش لأن بول بيشوفها وهي بتجرب على نفسها وبيخاف إنها تأذي نفسها. في الوقت ده بتظهر إيف اللي كانت بتتجسس عليهم من بعيد وبتصورهم في وضع يبينهم كأن بينهم علاقة، وبتبعت الصورة لأنجيلا صاحبتهم. الصورة دي كانت بداية الكارثة. أنجيلا أول ما شافتها غيرتها ولعت جواها وقررت تتخلص من وي بأي طريقة. الليل ده بيتحول لصراع، وي بتتخانق مع أنجيلا والاتنين بيقلبوا البيت على دماغهم. في لحظة غضب أنجيلا بتهجم عليها وبتخنقها بإيديها، ووي تحاول تدافع عن نفسها بالعصا اللي جنبها لكنها بالغلط تطعنها في رقبتها. الدم بيغرق الأرض، ووي بتقف مرعوبة قدام جثة صاحبتها اللي ماتت على ايديها. بتقعد شوية مش عارفة تعمل ايه لحد ما تجيلها فكرة مجنونة. بتسحب الجثة للحمام وتقرر تخلع جلد وشر أنجيلا وتلبسه هي باستخدام نفس التركيبة اللي نجحت فيها، وفعلا بتنقل ملامح أنجيلا على وشها
وبتدفن الجثة تحت السرير. من اللحظة دي بتتحول حياتها لجحيم تاني. الكلب بتاع أنجيلا بيشم ريحة الجثة وبيفضل ينبح طول الليل، وهي بتحاول تسكته بأي طريقة. أنجيلا لما ترجع البيت بتلاقي وي في شكل بنتها، فتحضنها وتفتكر إنها بخير من غير ما تشك لحظة إن اللي قدامها دي مش بنتها، لكن وي كانت عايشة في رعب تاني. طول الوقت بتتمرن على طريقة كلام وضحك ومشي أنجيلا عشان محدش يشك، ومع الوقت بتبدأ تحس لأول مرة إنها جميلة وإنها اتولدت من جديد. وفعلا الناس في الجامعة بتصدق إنها أنجيلا، خصوصا جوش حبيبها اللي بيروح يقابلها. لكن الكارثة بتحصل لما جلد أنجيلا يبدأ يسيح من على وشها قدامه، فيقع من فوق الجرف ويموت. الخوف بيرجع يسيطر عليها تاني، وبتقرر إنها لازم تدور على وش جديد قبل ما حد يكتشفها. ووقتها بتختار ضحيتها الجديدة إيف، بتخدعها وتخليها تيجي البيت، وهناك بتهاجمها وتقتلها وتعمل فيها نفس اللي عملته في أنجيلا. لكن الجارة شيريل بتبدأ تشك من صوت الكلب اللي ما بيسكتش، وبتيجي تزعق، وبتفتح لها وهي لابسة وش إيف وتتصنع الهدوء. بعد ما الجارة تمشي بتخلص من الجثث اللي عندها، تقطعهم وتحطهم في التلاجة عشان ريحتهم ما تطلعش. وفي يوم بول بيكتشف إنها سرقت دفتر الملاحظات بتاعه اللي فيه كل شغلهم، فبيقرر يواجهها. تروح له وي على شكل إيف وتحاول تغريه، لكنه بيطردها. وقتها بتعرف إنه خلص التركيبة اللي كانوا بيدوروا عليها من البداية، فبتقرر تسرقها. وبالفعل بتروح بيته وتاخد العلبة اللي فيها المركب، بس وش إيف يبدأ يقع وهي راجعة. بول يكتشف السرقة ويتعصب جدا، لكن قبل ما يلحقها تكون هي رجعت البيت وتختفي وسط الفوضى اللي خلقتها. جاسمين تيجي تزورها عشان تطمن، لكنها تتصدم لما تفتح التلاجة وتشوف أجزاء الجثث. قبل ما تلحق تصرخ، وي تلف على دماغها ورق طعام وتخنقها لحد ما تموت وتضيفها لقائمة ضحاياها. وفي النهاية بول بيروح البيت يدور على التركيبة، لكن اللي يلاقيه بيكون أسوأ مما تخيل. وي بتهاجمه وتخدره، ولما يفوق تجرب عليه التركيبة بنفسها. الجلد يسيح والصرخات تملى المكان، والشرطة بتكون في طريقها. تحاول تهرب وهي شايلة الإزاز اللي فيها باقي المركب، لكن بتقع منها وتتكسر، والسائل بيلمس جسمها. ووقتها بيختلط جلدها بجسم متسول في الشارع، ويتحولوا هما الاتنين لكائن مشوه واحد، نصه منها ونصه منه، وكل واحد فيهم محبوس جوه التاني. وبكده الفيلم بيخلص على مشهد بشع. الجمال اللي كانت وي بتحلم توصله انتهى إنه يبلعها هي نفسها. العبرة من الفيلم إن الهوس بالكمال والجمال ممكن يدمر الإنسان من جواه قبل ما يغير شكله من بره. وي كانت كل حياتها بتحاول تمسح الوحمة اللي في وشها عشان تبقى جميلة، بس وهي بتجري ورا الصورة اللي نفسها تبقى فيها، فقدت نفسها الأصلية واحدة واحدة لحد ما بقت مجرد قناع من وجوه الناس اللي ماتوا بسببها. الفيلم بيوضح إن السعي ورا المثالية من غير تقبل الذات بيحول الإنسان لوحش، وإن الجمال الحقيقي مش في الجلد ولا الملامح، لكن في القلب والعقل اللي بيخلوا أي وش له معنى. في الآخر وي اتحبست في جسد مشوه، كرمز إنها لما حاولت تهرب من شكلها الحقيقي انتهت إنها فقدت كل أشكالها. لو مستني حاجة تكسر الدنيا، ما تنساش تشترك في قناة مامو أفلام. هنا كل الجديد بأسلوب غير عادي.